أهلا بيكم في حلقة جديدة وبودكاست تك الزرار. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة احنا يمكن كنا اتكلمنا فيها قبل كده، وهي التشتت. خليني أقولك ليه التشتت هو أكبر عدو لينا. أقولك هنا إني ما أقصدش بالتشتت هو إنك تفكر في كذا حاجة مع بعض في وقت واحد. اللي أقصده بالتشتت هنا هو عدم الاستقرار، أو إنك تقدر تكمل في حاجة معينة للآخر. في فرق كبير طبعا بين إني أتعلم حاجة جديدة أو إني أعمل كارير شيفت طبعا، وإني بقى أفضل أتنطط من حاجة لحاجة وأروح من المجال ده للمجال ده. خليني كده هقولك مثال بسيط عن تجربتي أنا الشخصية. أنا كنت مصور فوتوغرافي من 2016. جيت في 2018 بدأت بقى أتعلم فوتوشوب علشان إيه؟ أقدر بقى أظبط الشغل بتاعي وأطوره، أحسن الإيديت بتاع الصور بتاعتي، الكلام ده كله. لكن اللي حصل إن أنا بدأت أتشد للتصميم أكتر وأكتر وأتعمق فيه، لدرجة إن أنا اتجهت للجرافيك ديزاين وسبت التصوير تماما. لكن خليني أسألك سؤال، هل أنت شايف إن ده عدم استقرار أو تشتت، ولا ده شيفت كارير، أو إن أنا مثلا أخيرا لقيت نفسي في حاجة؟ مش معنى كده ان انا اقصده ان انا كنت في التصوير مش كويس، لا الحمد لله كنت كويس بشهادة ناس صحابي كتير. طيب خلينا اكملك الموضوع، يمكن نقدر نفهم مع بعض الدنيا ماشية ازاي، وبعد كده تعالى نحكم مع بعض. انا حاليا في مجال التصميم من 2018 لحد دلوقتي، ولكن بدأت جنبه اتعلم اكتر من حاجة. زي مثلا ان انا بدأت اتجه ان اتعلم الكتابة. علشان كده بدأت أعمل بودكاست برضو بتكلم فيه عن التصميم والتصوير والكلام ده. كمان بعد ما بدأت أعمل بودكاست لقيت نفسي بتجه إن أنا أعمل قناة يوتيوب، ودلوقتي علشان قناة اليوتيوب بدأت أتعلم مونتاج، وهكذا بدأت أتعلم تعديل إضاءة تصوير الفيديو. مش بس كده، الموضوع كمان بدأ معايا إن أنا عايز أتعلم إزاي اخلي صوتي واصل للناس بشكل كويس، لان انت لما بتتكلم في البودكاست الناس مش شايفاك، فهي بتتشدلك من صوتك. بالتالي انت لازم تدرب نفسك ان انت صوتك يكون تمام، مخارج الفاظك سليمة، الكلام ده كله. اتجهت منه للإيديت بتاع الصوت، فاهم؟ وحاجة بتاخدك لحاجة، حاجة بتاخدك لحاجة، وفجأة لقيت نفسي داخل في مجال الفويس اوفر عايز اتعلمه. طيب السؤال بقى هنا مرة تانية، هل ده تشتت ولا أنا بتعلم حاجة جديدة وبطور نفسي؟ تعال أقولك أنا شايفه إيه حسب كل وقت مر عليا. أنا أول ما بدأت في مجال التصميم كنت في قمة التوهان، يعني أنا كنت ضايع بشكل لا تتخيله، لأن ببساطة كنت سايب وقتها أكتر مجال بحبه وهو التصوير. بعد كده لما دخلت مجال الجرافيك ديزاين أنا مش عارف هروح فين، هاجي منين، هعمل إيه. الموضوع خلاني مش عارف افكر، خلاني مشتت. عايز اقولك ان انا اصلا كنت بخاف من الفوتوشوب نفسه. والله كنت بخاف من الفوتوشوب، بخاف حتى ان انا افتح الفوتوشوب واشوف. اول ما بشوف شكله كده وبشوف شكل القوائم، يا نهار ابيض، ايه ده، ايه المنظر ده، هعمل في الحاجات دي ايه؟ فكنت بتخض من شكله. وبالصدفه البحته زي ما انا حكيت لك من شويه، لما كنت بدور ان انا اتعلم فوتوشوب علشان اظبط الصور بتاعتي واطور من الايديت بتاعي، فلقيت اكتر من قناة قدامي بقى، قنوات بتتكلم على الفوتوشوب نفسه. يعني عندنا قناة زي بتاعت بيكسن بيرفكت، طبعا القناة دي كنز لأي حد عايز يتعلم فوتوشوب او يعرف تريكس فيه، ويعرف حاجات فيه جديدة وحاجات سريعة. طيب خليني اقول لك ان انا كمان وانا بدور لقيت بقى الناس اللي هي بتاعه الفوتو مانيبيوليشن. في واحد يمكن من اشهر الناس اللي موجوده على اليوتيوب في مجال الفوتو مانيبيوليشن، اسمه نيمانيا سكولتش تقريبا. الشخص ده انا عايز اقول لك ان انا بسببه عشقت حاجه اسمها فوتو مانيبيوليشن. طيب الموضوع بدأ معايا ان انا بدأت اتفرج على القنوات دي واقلد، اتفرج واقلد من غير ما اكون فاهم انا بعمل ايه. ولكن كنت طبعا مبسوط بالنتيجة النهائية اللي بتطلع معايا. انا بطلع فيديو وصورة زي الشخص التاني بيعملهم بالظبط.
فكانت الدنيا كده بالنسبه لي تمام. بعدين لما جيت الاقي نفسي ان انا بفكر عايز اعمل حاجه من نفسي، لا مش عارف. طب ايه هي الخطوات اللي انا همشيها؟ مش عارف. ومن هنا لهنا بدات بقى اتنقل ان انا اتعلم ايه هي الخطوات اللي بتتعمل او ايه هي التولز اللي بتستخدم علشان في الاخر تطلع لي المنتج ده. يمكن انا لما اتعلمت بالطريقه الصعبه، يعني انا ما روحتش خدت كورس فوتوشوب وبدأ بقى يقول لي التول دي بتعمل كذا والتول دي بتعمل كذا. لا، انا الموضوع زي ما قلت لك، انا كنت شخص بتعلم حاجات، يعني كنت بتفرج على الفيديوز وبشوفه بيعمل المنتج ازاي. فانا مثلا هقول انا عايز اعمل شادو بشكل معين، اوكي انا عملت الشادو والدنيا تمام خلاص، ولكن انا مش عارف ايه التول اللي بتعمل الشادو. فبالتالي علشان انا عايز اعمل شادو ده فبدات ادور على التول. تمام، هي دي الفكره. مش بدات انا من السهل، يعني مش هقول لك مثلا ايه تدخل لبراش علشان تعمل شادو، لا، الموضوع كان بالنسبه لي مختلف شويه. المهم عشان ما اطولش عليك وتنام مني، تعالى بقى اقول لك ان الفكره في الحاجات اللي انا بتكلم فيها دي كلها هي ان انت تبقى محدد المجال او محدد الهدف بتاعك اللي انت عايز تتعلمه ايه. وعلى فكرة مش عيب ان انت بعد ما تدخل مجال وتفضل تتعلم فيه تلاقي نفسك بعد كده دخلت حاجة تانية وحاجة تالتة وحاجة رابعة، ولكن في نفس الوقت ما تسيبش حاجة قبل ما تقطع فيها شوط كبير او تكمل فيها، بحيث ان انت ممكن تلاقي نفسك في يوم مثلا بقيت راجل شاطر في الفيديو اديتنج، بقيت راجل شاطر في الجرافيك ديزاين، بقيت شاطر مثلا في الفويس اوفر، بقيت شاطر في ان انت تتعلم وليكن مثلا ماركتينج، بقيت فاهم. ففي حاجات بتكمل بعض. ولكن مثلا مش انا هكون شغال جرافيك ديزاينر فهسيبه وبعدين هروح اتعلم ماركتينج خلاص وانسى الجرافيك ديزاين وكنت بعمل بيه ايه والكلام ده كله. هي دي الفكرة. ولكن برضو خليني اقول لك ان انا جات في حياتي نقطة هي حرفيا كانت قمة التشتت بالنسبة لي، ولكن علشان بس الحلقة ما تكونش طويلة ودمها تقيل، خليني اقول لك النقطة دي والتشتت ده حصل لي ازاي وايه السبب فيه في الحلقة الجاية. اتشرفت بيكو، كنت معاكو احمد المسلمي، وده بودكاست تك الزرار. شكرا ليكم.